أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة Speak Like Americans with Confidence، حيث سنتعلم عبارات جديدة من عبارات الشارع الأمريكي. هذه العبارات تفقد معناها إذا ترجمت حرفيا. معرفة هذه العبارات تعطينا الثقة في التعبير، ومن غير السؤال ماذا تقصد بقولك، وهي أيضا نفس العبارات التي يستخدمها الأمريكان في محادثاتهم اليومية. نأخذ العبارة الأولى: nail someone down to something. nail هنا معناها as a noun ضمير معناها مسمار. someone down to something، ولكن المعنى المقصود بها يلزم شخص بشيء ما، وطريقة الاستخدام تستخدم للتعبير عن إجبار شخص ما على إنجاز عمل معين، كوعد مثلا أو كما شابه. المثال عليها: You have to nail Ali down to his promise. nail someone هنا علي down to شيء، وهو الشيء هنا promise، نفس المعنى to get علي to agree on his promise، وهو يجب أن تقنع عليا أن يحافظ على وعده. nail علي down to something، وهنا to his promise، نفس المعنى to get علي to agree on his promise. المثال الثاني: Did Ali nail Sammy down to the lawn؟ زي ما نرى هنا nail Sammy down to the lawn، نفس المعنى get Sammy to agree on the lawn. هل اقتنع علي وسامي بالقرض؟ Keep one nose to the grindstone. keep هنا معناها يحافظ، nose معناها أنف، grindstone اللي هي المطحنة. لو اجينا نترجمها نصا وحرفا تفقد معناها، ولكن المعنى المقصود به هنا يواظب على العمل، وتستخدم للتعبير عن العمل الجاد. If you keep your nose to the grindstone you will get a great reward. بما معنى if you are hard working you will get a great reward. keep your nose to the grindstone نفس المعنى، معناها hard working، إذا كنت مجتهدا فإنك ستحصل على جائزة عظيمة. المثال الثاني: I got a raise because I kept my nose to the grindstone. نفس المعنى، بإمكاننا نحط kept my nose to the grindstone نفس hard working. حصلت على علاوة لأني أعمل بجد. العبارة الثالثة: poke one's nose into something. to poke someone معناها ينخز، ونوز معناها أنف، into something إلى شيء ما. تفقد معناها إذا ترجمت حرفيا، ولكن المقصود هنا يدس أنفه في شؤون غيره، وكما هو واضح تستخدم للتعبير عن التدخل والتطفل في شؤون الآخرين. He poked his nose in his daughter's life. poke his nose نفس المعنى interfere، وهو يتدخل، إنه يتدخل في حياة ابنته. My boss pokes his nose in my personal affairs. poke his nose نفس المعنى interfere، وهو يتدخل. مديري يتدخل في حياتي الشخصية. نعمل ريفيو للكلمات. nail someone down to something، وهي يلزم شخصا ما بشيء. keep one's nose to the grindstone اللي هي يواظب على العمل. poke one's nose into something يدس أنفه في شؤون غيره. وأخيرا أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، كما أرجو منكم كبس زر الأيكون I like it
حتى يتسنى لنا تقديم الدروس المجانية لكم. وشكرا، مع تحيات المهندس مجدي نمر.